البلد الصغير حشمونا بعد ما خلاو لنا وجوهنا في الوطاء. وقت اللي نشوف بشار ونشوف السوريين اخواننا نحشم على روحي. عندي كلام ما نتكلم. وقت اللي مؤتمر اعداء سوريا تعمل هنا في بلادنا في قمرت. وقت اللي اول الدول احنا تونس تقاطع سوريا وتقطع علاقتها الدبلوماسيه بها هي تونس. وقت اللي نصدروا لهم الارهاب ونقتلوهم واشد الذباحين هما يا ربي. وبكل اسف نقولها وقلبي يدمع على اولادنا التوانسه اللي كيفاش ولاو ذباحين وقتالين ارواح. التوانسه اللي معروفين بالمسالمه، رانا دوله مسالمه. كيف اصبحنا بلد يصدر الارهاب؟ كيف ولا الباسبور التونسي يصنف وقت اللي تدخل تتمرمد على خاطر باسبور التونسي؟ ويتباع من اراد لنا هذا؟ يتباع ب 15 مليون. راني اليوم فعلا ما وقع في سوريا يحشم مهما باش يعملوا. اليوم رانا حاشمين على رواحنا ونطلبوا منهم العفو. وراهم الفئه هذيك الضاله لا تمثل التونسيين، لا تمثل التونسيين. وك السيد اللي خرج لنا وقال كصاحب الحدث العظيم هذاك اللي خرج في ليله ظلماء، خرج وش قال لك الحدث العظيم. وقت اللي خرجوا عدوان دولي من القوات الدوليه على وليداتنا في سوريا، كلمات اولادنا كلماته فك العدوان هذاك. هذا الدين الاسلامي، هذا الاسلام يا سي الشيخ. يقول لك راهو العدوان هذا اللي كنت تقول فيه قبل في السبعينات، هذا هو الاسلام عندك؟ ولات معناها امريكا اللي كنت انت معادي لها كم تتلون يا شيخ، كم تتلون. من القدره عندك على هالحربايه؟ حربايه كبيره هذا. معناها في السبعينات يقول لها انت العدو والشيطان الاكبر يا امريكا. ثم وقت اللي الامريكان شفت الناس هذوما، شفت اولاد البنا وقت اللي ياخذوا الحكم من هم، شفتوا حقيقتهم اذا كان تمسكوا بالسلطه. تعرف شكونهم؟ هم عملاء، هم عملاء لا تأخذكم بهم رحمة. هذوما ناس ما رحموش أولادنا في سوريا. اليوم انقلبت المعايير الدولية. اليوم أبشركم بكون منظومة الربيع العربي راحلة في قادم الأيام. ما عادش أشهر، في أيام قليلة باش تسمع أخبار مفرحة في تونس، لأنه النصر جاءنا من دمشق. هنا دمشق من تونس. اليوم احنا في تونس سنحتفل كما قالوا، باش نحتفلوا بالنصر السوري اللي صار، لانه سينقذوننا من براكن الاخوان في تونس. الناس هذول جماعه التنظيم السري اللي تفاوضوا به وللاسف في قطر. هي سيد رئيس الجمهوريه يلي قلت بيضي لك باش تبيض ولك باش تفرخ. ولدك مشى لقطر ومن وقتها هي بات الحس. رانا راهو الجريمه هذه جريمه الجهاز السري راهي تأبى النسيان. راهو اغتيال شهدائنا راهم من امنيين وعسكريين، والشهيد الرمز بالعيد والشهيد الرمز البراني راهم هذوما جرائم تأبى النسيان. رانا ما نحبوكمش تتفاوضوا بهم. راني نعاود فيها قداش من مرة ونقول علاش الحل أجنبي، علاش ما يكونش الحل برجالات الوطن. عنا قداش واحنا نحاربوا باش يكون الحل تونسي. ما نستناش الفلسة الخضراء حتى تنزل في واشنطن، وإلا تنزل لي على الفلسة عن بوتين. نحبك هنا يا سي الباجي قايد. والله شيء ألم اللي تقول فيه. أنت من تأخذ المقود وانت تقود. وقتها نقول لك انت رمزي وانت تنجم تواصل المرحله. ولكن للاسف شفنا ناس سياسيين ينتظروا. تعرف ايش ينتظروا؟ في القرار الخارجي فقط. علاش؟ باش نربي وليداتنا، باش نربي وليداتنا على هالشيء هذا، على اشباه سياسيين يقعدوا ينتظروا في قصورهم مسكرين بيبانهم ويتبعوا في الاجواء السياسيه شنو طلع وشنو هبط في بورصه السياسه العالميه. وقتاش يرضى سي ترامب، وقتاش يرضى سي بوتين، وقتاش يتفاهموا، وقتاش سي اردوغان، وشنو اللي صار في السعوديه، وحتى يجي المدد من سي بن سلمان. هذه مصيبه تونس اللي كانت سباقه. هذيك دبلوماسيه المنجي سليم والحبيب بورقيبه الابن والهادي المبروك اللي كانت الدول الاجنبيه تستنى موقف تونس باش تقيس عليه وتنقل على موقفنا. يستناو واش قال الحبيب بورقيبه الزعيم بورقيبه شنو قال. اليوم بربي يا سي مراد خلينا من السميد. ابائنا واماتنا المتقاعدين راهم قاعدين يجوعوا. راهو المتقاعد قاعد يجوع.
راهو المتقاعد موضوع كبير هذا. راهو امهاتنا قاعده تبكي، راهو تمشي باش تجيب شهريتها جرايتها تلقاها نقصولها للكنام، والكنام ما يرجعش للادويه، ما يرجعش في حق الدواء. قاعدين يجوعوا ارامل المعلمين وارامل الاساتذه. قداش فيها هذيك بالله؟ هذايا سي الفلاح قداش ياخذ 180 دينار، ياخذ الروتريت نتاعو فلاح 180 دينار. هذايا الفلاح اللي راهنت عليه دوله الاستقلال، الفلاحه. باش انت تحب الطماطم موجوده وتحب الفلفل موجود، انت الفلاح مهان، الفلاح قاعد يتهان في تونس. شوف هذا اليوم تجيني هالكارثه هذه اللي قاعده تقع. تعرف شنو الكوارث الاخرى اللي قاعده تقع واللي متعديه ولا متكلم حد؟ احنا ولادنا متهددين بسنه بيضاء، والحكومه وعن الفحشاء اذن صماء. براو تفهموا في بعضكم اولياء واساتذه. إيه الاستاذ اليوم شنو راك ما حققت له حتى مطلب من مطالبه من سنوات وهو يجري. عندك الاساتذه والمعلمين النواب اليوم يعيشوا في كارثه اجتماعيه. بربي الاساتذه قالوا لي نحيوا كلام هالكور هذايا هالسبيسيال هذايا هالبريفي هذايا، لانه عندك اساتذه في الجغرافيا، عندك اساتذه في التاريخ، عندك اساتذه في مواد ماشي قاعده تتعطى فيها دروس خصوصيه. إيه يجوعوا الاساتذه هذوما، عائلاتهم تجوع. قال لك انا استاذ مانيش قادر يا خويا باش نكري دار وباش نعيش حياتي. هي معناها هكا يسكتوا واولادنا تمشي في الميرده عامه بسكوت مريب من الحكومه. يا اخي يا حكومه ما يهمكش فاولادنا قراو ولا يجعلهم لباش قراو؟ ما يهمكش سنه بيضاء عدي على بعض والا دوبل الناس على بعضها، وتحب تكون حزب يا حكومه وتحب تقودين المرحله القادمه تردي الخدمات العموميه على جميع الناس. راهو قليل من الحياه، راهو قليل من الحياه اللي قاعد يقع. حتى الناس في الخارج كي قاعده تشوف فينا، تشوف في جميع قطاعاتنا معطله عن اي بديل تتحدث عن اي حزب شبابي او امل لتونس. هذا الفشل الذريع وشويه فيه. انا من هالمنبر ابائنا المتقاعدين يا سي نور الدين الطبوب، راهم ابائنا المتقاعدين، وعندك الارامل نتاع المتوفين نتاع رجال التعليم والا الموظفين، راهم يعيشوا في حاله خصاصه، راهم ما همش لاقين باش يداويو. لا يزي حتى معناها الاموال اللي ياخذها الكنام ويقتطعها، ياخذها وينحيها ويخلي معناها ما يرجع لهمش حق الدواء. يا اخي وين باش نمشيو الى هذا من حاله الافلاس السياسي؟